هنحكي انمي جديد، فقبل ما تبدا ما تنساش اللايك والشير ويلا بينا. بنبدا الانمي بتاعنا النهارده وقدامنا بوابه كبيره، وهي عباره عن لعبه جديده بواقع افتراضي تستخدم تقنيه جديده جدا. تقدر تختار بين 7 انواع عشان تصمم شخصيتك الخاصه وتستمر في مغامره لهزم الوحوش، او ممكن تبقى حداد وتصنع اسلحه، او تاجر وتبقى اغنى الناس. وبنعرف الحقيقه ان اللعبه بقت لعبه موت، ما بقاش اللاعبين بيقدروا يخرجوا من اللعبه، وبقى اللي بيموت في اللعبه بيموت في الحقيقه. وبنروح لمشهد فيه هجوم للهياكل العظميه وبيقتلوا فيه اللاعبين، وبتبقى فيه بنت واقعه على الارض وهيهجم عليها هيكل عظمي، فبيظهر شن وبيقضي عليه. شن ده هو بطل القصه، يعني ده معلومه عشان طبعا انتوا اكيد هتسالوا مين بطل القصه الكلام ده كله، فاحنا بنقول لكم. وبنروح لشن وهو بيتذكر تقريبا ذكرياته واقف قدام الزعيم الاخير للعبه وبيهجم عليه بسيفه، لكن الوحش بيتفادى الهجوم والسيف بيقطع بس جناحه، وبيقول لنفسه خليك فريش، كل ده هينتهي لما تهزمه. بيبص على صحه الوحش بيلاقيها بتزيد وجناحه بيرجع تاني. بيتعصب شن وبيهجم عليه تاني والتالت ورابع بقى وخامس والكلام ده كله. روح اتفرج على الانمي عشان بجد يعني مش هقعد اوصف لك الاحداث لانها مهارات مشوقه. وبيهجم مره اخيره عليه وبيقدر يقضي على حارس البوابه. تبدا اللعبه تديله القاب كتير، وبتقول اللعبه يقدر اللاعبين الان تسجيل الخروج. وبيبدا شين يتاكد ان كل اللاعبين بيسجلوا خروج وكله بيختفي، وبيفضل شين بعد ما يتاكد ان كله خرج وبيدوس على تسجيل خروج. طبعا انت مستني بقى اللي هو يطلع والكلام ده كله، بس طبعا ما بيحصلش. تفتح وراه بوابه وبيقول شين ان المفروض ما تبقاش فيه اي حاجه تانية، وان المفروض هزمت اللعبه. وبيصحى يلاقي نفسه في مكان اخضر جميل، بيقول ان ده عالم اللعبه، بس ده حقيقي وملمسه حقيقي. بيفتح نافذه الحاله وبيلاقي ان مهارات احصائياته اتطورت بشكل كبير، وبيقول ان ده حصل بسبب الالقاب اللي حصلت عليها بعد هزيمتي للوحش الاخير. بس انا هزمت الوحش الاخير فاكيد انا قادر على تسجيل الخروج. وبيكتشف ان زرار تسجيل الخروج ما بقاش موجود، وبيشوف اصدقائه بيكتشف انه ما يقدرش يتصل بالشبكه. بيقول لنفسه يبقى المفروض اللعبه ما تخلينيش اتحرك، يبقى ده بقى يعني لعبه موت في البدايه ودلوقتي رحله ايسيكاي. وبيقرر انه ما يوقفش مكانه وبيستعمل غرض بيعرفه مكان بيته، وبيبدا في الرجوع لبيته وهو راجع بيشوف قلعه وسور وبيقول انه ما شافش قبل كده. وبعدين بيوصل للبيت وبيلاقي مجموعه واقفه قدام البيت، وبنت واقفه وبتقول لهم ما تخلونيش اكرر كلامي، معلمتي مش هترجع غير بعد مده. فواحد بيجرها بين ايدها وبيقول لها شكلنا هنستعمل القوه. فلما بتبعد عن البيت بيهجم خنزير ضخم، فبيهرب اللي كانوا بيشدوها وبتقع البنت على الارض. وبتفتح عينيها بتلاقي شن هازم الخنزير وواقف بيكتشف قوته على ظهر الخنزير. فشن عرف نفسه للبنت وراح قايل لها انا رجعت البيت. وبنروح لمشهد تاني بعد ما يدخلوا جوه البيت وبتعرف نفسها وهو بيعرف نفسه. طبعا الاسماء دي مش مهمه فنسكيب الحته دي. بتقول له انت تعرف معلمتي يا شن؟ انت قلت من شويه انك رجعت البيت. قال لها معلمتك؟ قالت له مفيش حد ما يعرفش صاحبه متجر القمر شيني. فبيتفاجئ شن وبيقول لها هي الف بشعر فضي، وبيقول لو ما كانتش حد بنفس الاسم هي شيني، واحده من الشخصيات الداعمه ليا. فالبنت اللي في المحل بتتوتر، فبيقول لها شن تقدري تقولي انا وشيني نعرف بعض عشان كده هي فين دلوقتي؟ فقالت له احنا اتقابلنا دلوقتي والناس اللي كانوا هنا كانوا بيدوروا عليها برضه، بس اقدر على الاقل اقول لها انت عاوز ايه؟ وقالت له انا شغلي اهتم بالمتجر واوصل الرسائل لمعلمتي، وتكلفه الرساله الواحده 1000 جول. قال لها بس انا عندي جيل واحد بس. كان الجيل دي والجول ده عملات كوكب اللي احنا فيه ده ولا العالم اللي احنا فيه. البت قالت له ان بس عدد قليل من ملوك وشيوخ انواع معينه ممكن ياخدوا العمله دي، ومش كده وبس، عملات جيل بتساوي 10 مليارات جول. بيتفاجئ شن ان عمله جيل ديت كانت اقل عمله فئه في اللعبه اللي هو كان بيلعبها. المهم البت بتكمل وتقول له انت مين بالظبط؟ قال لها انا مجرد مغامر ونوعي بشري سامي اللي هو سامي بسيمي بالسام. قالت له بس البشر كلهم انقرضوا. قال لها قصدك ان البشريه انقرضت؟ قالت له لا، البشر السامين بس هم اللي انقرضوا، واللي انت شفتهم من شويه كانوا بشر. كملت وقالت ان كان في الماضي 6 بشر ساميين بس واختفوا غير الغسق الرخاء قبل 500 سنه. فبيقول لها ايه غسق الرخاء ده؟ قالت له ازاي ما تعرفش حاجه عنه؟ ده كان حدث كبير لما اختفى البشر الساميين ومخلوقات تانية. فبيقعد يفتكر شن بعد هزيمته للزعيم وخروج كل اللاعبين من اللعبه، وان دي مرحله زمنيه بعد 500 سنه من اللحظه دي. فبتفوقه وتقول له انت سامعني؟ بيقول لها وشكرا انك عرفتيني. وبعدين بيديها عمله جيل وبيقول لها احتفظي بيها لنفسك. بيديها عمله فيها 10 مليارات، يعني انت فاهم، مش 10 مليون، 10 مليارات. تمام. قالت له انت عبيط، انت سمعت اللي انا قلته من شويه؟ المهم يعني بيديها العمله وهي بتفرح قوي وبيقول لها بما انك الف هساعدك لانك بتستعملي السحر. قالت له الف؟ انت شايفني الف؟ قال لها قالت له غريب مع اني طلبت من معلمتي ترمي عليا تعويذه وهم. قال لها وليه تعملي كده؟ قالت له ان الالف اصحاب الشعر الاسود بيعتبروا رمز لعنه سوء الحظ، وانها انطردت من قريتها بسبب ان الوحوش بدات تهجم عليها، وان الشعر الاسود بيجيب بسوء الحظ، وان معلمتها انقذتها وفعلت حاجز حوالين المتجر عشان يمنع الوحوش من الهجوم، ومعلمتي بتستعمل سحر وهم لاخفاء هويتها. فبيسالها
شين في طريقه لازاله اللعنه. قالت له معلمتي بتدور في الموضوع. قال لها شين هو كان شعرك اسود على طول كده؟ اكيد يعني هتقول له لا، يعني بديهي. المهم يعني شين بيفتح نفس الحاله ويبحث في شويه حاجات كده، وبيكتشف انها بتمتلك حاجه اسمها الهديه الملعونه، وهو ده سبب تحول شعرها للاسود. ومهم يعني بيشيل اللعنه من عليها وبينجح التطهير، بس بيرجع جزء بس من شعرها الطبيعي. بيحاول شين يواسيها بس هي بتشكره وانها شافت شعرها لاول مره من 100 سنه، وبيطلب شين منها تخرج من الحاجز وبتروح معاه وبيتمشوا في الغابه، مش بيهجم عليهم اي وحش. وبتكتشف ان اللعنه اتزالت. وبنروح للمشهد بعد كده، وبيقرر شين انه يستكشف باقي العالم، فبتديله رساله توصيه عشان يعرف يدخل المملكه. وبيروح شين المملكه وبيمر من طابور التفتيش بسبب رساله التوصيه. فالحارس بيقول له انها ممكن تامن لك لقاء مع الملك، وخلي بالك عليها عشان ما تضيعش منك. وبيوصل شين لنقابه المغامرين، وبيدخل شين النقابه عشان يسجل نفسه كمغامر. المهم بيحصل شويه احداث غير مهمه بالمره، وبيقابل شين زعيم النقابه باركلوس، وبيطلب من شين يوريه بطاقه التوصيه بتاعته. فبيحطها شين، فبيحط باركلوس بطاقه توصيه ثانيه. وبنعرف ان بطاقات التوصيه الاصليه بينوروا لما بيتحطوا جنب بعض. المهم بيطلب باركلوس من شين انه لو مش واثق في قدرته على الحفاظ على رساله يدمرها، لانها بتسهل حاجات كتير وفي ناس بتحاول تسرقها. بيرد شين ان البت وثقت فيا فمش هخذلها. وبنروح لشين بعد كده، واخيرا بيريح البت التعبانه على السرير، ويقول انا هرفع من رتبتي بكره اول ما احصل على بطاقه النقابه. وبيتساءل امتى هترجع شيني، بيغمض عينه وبيصحى تاني يوم يقول للاسف ما صحتش في العالم الحقيقي. بعد كده بيروح شين ياخد بطاقه النقابه، وبتكون مستواك جي، وبتقول له البنت اللي هي قاعده عشان مش هقول اسمها برضه تقدر تاخد مستوى اكبر من مستواك. فبيطلع مهمه من جيبه بيقول لها عاوز دي، بتكون مهمه لحصاد عشب ما، اسم العشب برضه مش هقوله. وبيروح يبدا المهمه، وبيكون العثور على النبته صعب، وبيظهر في الرادار ان في وحش بيتحرك. فشين بيبدا يدور عليه، فبيلاقيه من نوع سفالكس. النوع ده معرفش، قوته 359، وبيقرر يهجم عليه، بس بيكون الوحش قوي، والغريب انه وحش ميت وماسك سلاح من النور. بيبدا شين يزود مهاراته، وبيستعمل مهاره تخليه سريع، وبيدمر الوحش، وسيف شين بيتكسر، وبتبدا نواه الوحش على شكل حجر كريم، وسيف النور اللي طار من الوحش بيطير لحد مكان الملك. ايه اللي ممكن يحصل بعد كده ده انتم هتعرفوه لما تتفرجوا على انمي. سيب رايك في الكومنتات ولايك وشير، وما تنساش زرار السبسكرايب، وسلام.